بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. فيديو جديد واخبار جديده واخر اخبار نادي الزمالك، وعندنا كام خبر مهم. اولهم معتمد جمال وحقيقه التوقيع في الدوري العراقي، والكلام ده مش مظبوط، والاخبار اللي طلعت ان هو مضى خلاص في الدوري العراقي وكل الكلام ده مش هو فعلا العرض معاه، واحتراما منه لنادي الزمالك انه منتظر نادي الزمالك لاقصى درجه ممكنه ومستنيهم يردوا عليه. وبصراحه يعني للامانه يعني تعليقا على الحته دي انا اسف، يعني اخر قله ادب من اداره نادي الزمالك في التعامل معاه، حتى لو بيتكلموا في التليفون ومعلش واستنى واحنا ناس عايزه وناس مش عايزه، كلام مش مظبوط. يا عايزه يا مش عايزه. هو انت عشان هو محترم وبيعاملك باحترام وصابر عليك تبقى راكنه كده؟ لما الاقي حد كويس اقول لك شكرا مع السلامه؟ ده بني ادم يا عم، عنده بيت وعنده عيال وعنده اسره. افرض العرض الكويس ده اللي هو عنده يعني حوالي 65 ألف دولار في الشهر، يعني قد الراتب بتاعك 4 مرات ولا 5 مرات. ليه بتعملوا كده ليه؟ يعني يا جماعة النية السوداء بتجيب وحش، ما بتجيبش بطولة وما بتجيبش خير. يعني ربنا بيسترها مع النادي ده عشان خاطر جماهيره مش ما بتوافقش على الغلط اللي بيحصل من الإدارة. برضو عته عملتوه من فترة صغيرة مع سيف الجزيري، لولا الجمهور بقى ضاغط عليكم فقلتوا لا وما نقصدش الطريقة الوحشة. يا جماعة الطريقة الزبالة، كنا بنعيب على الأندية اللي بتتعامل بأسلوب وحش وأسلوب ذبح. انتوا بتتعاملوا مع معتمد جمال كده ليه؟ ولو الحاجات دي اشاعات عليكم وانتوا متفقين معاه انه كده، بيطلعوا قولوا ان احنا متفقين معاه يكمل. يا جماعه والله العظيم رأي فني معتمد يكمل، بس لازم يتضاف للجهاز بتاعه مطورين اداء على اعلى مستوى. دي مش شاطر هو فيها بكله، لكن كوتش على الخط، كوتش يعني زي ميدو كده كان فيه. لا ميدو على الخط بيعرف اشيل مين احط مين اغير طريقه لعب، لكن لا بيعرف يدرب ولا بيعرف يعد لعيب، لكن بيعرف يتعامل نفسي مع اللعيبه، بيعرف يقرا الملعب وهو الماتش شغال. دي اهم نقطه المدير الفني، بيعرف يقرا الملعب والماتش شغال فيغير تغييره صح. بنبقى احنا قاعدين نقوله ايه ده انت بادئ غلط يا معتمد، المفروض تشيل ده وتحط ده، لان احنا افضل جمهور بيعرف يفهم كوره، او احنا شايفين في نفسنا كده ان هو جمهور بيفهم كوره. فاللي احنا بنلاقيه صح، بنلاقيه غير صح، يبقى ده كوتش. لكن محتاج مطور اداء على اعلى مستوى، محتاج معد بدني مع الموجود عشان اللياقه البدنيه، خصوصا ان القايمه قليله اللي هنبدا بيها، محتاج تغذيه، محتاج دكتور نفسي. زود له الجهاز الفني بتاعه، زوده بناس اجانب. لو ما عندكش مطورين اداء مصريين زوده بناس زي ما انت كان المدرب المساعد بتاعه ما هو اجنبي اللي انتوا مشيتوه برده، وكان شاطر جدا 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 ومن احسن الناس اللي بتقرا الخصم وكانت بتساعده، ومشيتوه برده على 10,000 دولار وزعلتوه لحد ما تعاقد مع فريق تاني ومشي. فاحنا بنتكلم كوره بعيد عن الطيبه والمشاعر والحاجات دي. معتمد يكمل واظبط الجهاز الفني بتاعه. طيب انت شايفه مش هيكمل ومش عايزه يكمل، يبقى هتعمل حاجتين. اول حاجه تتعامل معاه باحترام وتطلعه من الوجه الكبير، شكرا احنا لينا وجهه نظر تانيه. ادي واحد، تاخد رضاه بمعنى رضاه، ادي واحد لانه ما عملش حاجه. نمره اتنين تعملها تجيب واحد قده 1000 مره، والا الجمهور مش هيسمح لك. وانا شايف لو انت هتجيب، اصلك مفيش مجال للافتكاسات، فهتجيب لنا واحد اسم معرفش ايه وتاريخه والسي في والهقص ده. يعني مثلا يقول لك دي سابر، وبعدين يطلع لك واحد يقول لك اصلا مش موافق يجي غير على الاهلي او على المنتخب. احنا اصلا مش عايزين، يعني مدرب زي ده لو جه مش هينجح مع الزمالك. الراجل بيلعب منتخبات، شغله الاساسي منتخبات، فانت ما تجيب لناش حد تجرب فينا، احنا مش حمل الصداع والجنان بتاعك. فلو انت عايز تجيب مدير فني اجنبي، انا رايي انا واحد من اتنين، يا جوميز. طب جوميز احنا اللي علينا سعره بعد ما جه الزمالك ونجح، رجعه وهو موافق. على فكره حصل كلام معاه وقال لهم انا ما عنديش مشكله، بس اتفاوضوا مع النادي. برضو ما قالهمش ولا لا، بس شغل دماغهم، البرتغاليين دول برضو مش سهلين. اتفاوضوا مع النادي عشان يحط الزمالك في ايه؟ في كورنر. حليته
يبقى انا كده كده ما قلتلكش لا، لان وارد بكره تعوزني فما تقولوش انا اتنططت على النادي. حله مع النادي. نمره 2 هياخد مرتب غير اللي كان بياخده ايا ما كان، هات. ما انت بتقول بقى احنا عايزين نصرف على مدير فني، يبقى تجيب جوميز او كارتيرون. كارتيرون عيبه ان هو كنا حاجه دي ما بنحبهاش، بس هو بره الملعب شمال يعني اجنبي تمام، بس كمدير هتكلم كمدير فني، مدير فني بيعرف يتعامل نفسيا وبيعرف لياقه بدنيه وكوتش بره الملعب ومدير فني، عشان نتكلم بالامان. يعني عيبه الوحيد انه يعني غير الحاجه الثانيه بنتكلم ان هو ندل. يعني ايه ندل؟ يعني لا الفلوس بيشوفها بيتحول. لو جاله عرض ونجح معاك فانت ده علاجها حاجتين برضه سهله خالص، تعمل عقد معاه مظبوط وتديله فلوسه اول باول، خلاص هتطلع من كارتيرون بافضل حاجه بجهازه اللي هو جاي بيه وخلاص، يبقى الموضوع صعب. انما هتجيب لنا حد تالت، المدير الفني بتاع ده صن داونز، حاجه غير كده ما تجيبش. ده واحد بيلعب جوه افريقيا وواحد ناجح يعني ايه؟ يعني مش بياخد دوري الفرقه، لا ده بيعرف يوصل في افريقيا لنهائيات. انا مدير فني، ما تجيب لنا بقى مدير فني وتقول لي ما اعرفش السي في والهكس ده، وبعدين تعيط على معتمد جمال، يبقى انت مش هنسمح لك. تمام. ده بالنسبه لراينا في المدير الفني، ان مفيش حاجه رسمي، وهم ما زالوا عند نقطه راكنين معتمد جمال، لا بيقولوا له اه ولا بيقولوا له لا. وهو حبا في نادي الزمالك وفي جماهيره يعني ايه ملبس نفسه بطربوش البلدي كده ومستنيهم خلال ان شاء الله 3-4 ايام بالكتير، لان خلاص الريحه فاحت بزياده. يا اما هيعلنوا عن المدير الفني الجديد، ويا رب يكون حد من الاسامي اللي احنا قلناها دي، يا اما هيبقى معتمد جمال وهيدوا له اخر فرصه، والاختلافات اللي بينهم هتتحل وهيدعموا الجهاز الفني بتاعه زي ما احنا بنقول. دي نقطه المدير الفني. النقطة الثانية بتاعت الشغل الشاغل بتاع نادي الزمالك والحصول على الرخصة الأفريقية، وزي ما احنا عارفين يعني الفصل بين موضوع الرخصة الأفريقية والقيد التأديبي يعني قتل بحثا الكلام فيه، والرخصة الأفريقية اللي هي القواضي اللي قبل 31/3 فاضل لنا فيها 6 قواضي. 6 قواضي. ال6 قواضي برضو زي ما احنا عارفينهم: جروس، نضاي، ساسي، نادي عبد الحميد معالي، ونادي بنتايك، ونادي مصدق. ال6 قواضي دول المشكله العويصه فيهم هي مشكله نضاي، لان بحوالي $1,600,000 وده رقم كبير. وافق على الجدوله على 3 مرات وبعدين يرجع في كلامه بسبب وكيله، وبعدين يوافق وبعدين يرجع. فهي الباقيين ال5 التانيين ساسي الاتفاقات تم وقف على دفع الفلوس هتترفع، وكان بطلها طارق حامد زي ما قلنا قبل كده في فيديو قبل كده. نادي بيصدق 250,000 هيدفعوا على طول. نادي بنتايج برضه هتتعمل على جدوله، ونادي عبد الحميد معالي على جدوله ووافقوا. فلوس جروس هتدفع على بعض حوالي 160,000، وتبقى ال6 قواضي محلوله خلال ال10 ايام دول. مستنيين يحلوا مشكله نضاي عشان بعد كده يخلصوا مع كله مره واحده. ففي خلال ال10 ايام دول ان شاء الله هتسمع عن ال6 قواضي دول محلولين باذن الله، وتبقى انت رسمي 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 ليك الحق في الحصول على الرخصه الافريقيه. هنيجي لخبر تاني، وهو اتصور مع الدرع الزملكاوي. الدرع الزملكاوي، ودي فكره حلوه، وعلى فكره مش زي الناس ما بيقول لك كده انت بتشحت باسم نادي الزمالك وبتلف بالدرع عشان تجيب فلوس. طب حاصله في اكبر انديه العالم. الدرع بيبقى موجود عند كل المحبين وفي فروع خاصه بالنادي، وبيتصوروا بيه كل المحبين. فانت تقدر من خلال ابلكيشن الزمالك ان انت تحجز انك تتصور مع درع نادي الزمالك 2026 حوالي 500 جنيه مصري تقريبا، تمام، او 10 بالدولار يعني. فهو موجود حاليا في طنطا، وهيلف المحافظات كلها برضو كحركه تسويقيه كويسه تجيب فلوس لنادي الزمالك. عندنا من الاخبار الحلوه معانا برضو ان ايشو جدد او مدد، عشان يبقى اللفظ صح، مدد 5 سنين، ودي مكسب كويس جدا، وهيبقى من اهم اسباب الطريق لبيع فتوح السنه الجايه هيتباع. حسام عبد المجيد السنه الجايه هيتباع. وعندكم لكم خبر على حسام عبد المجيد دلوقتي بمناسبه فتوح الاول. فتوح لاعب في كاس العالم وهو مصاب، والعيب عليه
مش بس على الجهاز الفني زي ما احنا عاملين هيجان على الجهاز الفني عليه رقم واحد، ان هو قال لهم انا عايز العب وانا اتحمل على نفسي عشان يفضل يلعب، وده غلط. وعلى الجهاز الفني اللي عارف انه مصاب، انت تقدر انا اقدر، حتى لو قال لك انا اقدر المفروض انت تخاف عليه، ما تلعبوش مصاب ولا بمسكنات. تمام. وهو هيغيب الماتش الجاي عن المنتخب يعني برضه بسبب الاصابه. حسام عبد المجيد بقى الباشا ضيع على نادي الزمالك $1,500,000. ضيعهم ازاي؟ حسام عبد المجيد جاي له عروض عربيه ب2.5، وفي كلام توصل ل$3 مليون، والنادي شغال لانه عارفه كده كده عايز يمشي. فاتصل بالنادي وقال لهم انا مش هروح اي دوله من دول الخليج، انا جاي لي عروض اوروبيه بالتحديد البرتغال. فالعروض الاوروبيه ما بيدفعوش الفلوس دي، دفع حوالي $1,500,000. طب ما تسيبنا ناخد التلاته؟ لا، انا مش رايح الدول دي، مش رايح الدول العربيه. طب وال1,500,000 هضيعهم على الزمالك، يا كده هقضي السنه وبعد السنه امشي. ده حسام عبد المجيد. انا مش موافق بالارقام دي. طب خلاص، هات الارقام اللي جايه لنا وروح النادي اللي انت عايزه. لا، حلوا انتوا معاهم، طلعوا انتوا منهم 3 مليون. ازاي يعني؟ الانديه الاوروبيه ما بتدفعش خلاص، وهم دي الانديه اللي انا عايزها. فحسام عبد المجيد بالعند بتاعه لاختياره لانديه معينه بحجه ان هي مش انديه عظمى في اوروبا، فاحنا نقول ماشي والمستقبل والبتاع، دي انديه عاديه، فهيضيع على النادي فلوس. انت عايز تمشي هات لنا اكبر رقم يا عم وان شاء الله يسهل لك، لكن تضيع على النادي فلوس في عز الزنقه دي، يبقى انت ما بتفكرش غير في مصلحتك. ده رايي يعني. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للقايمه واخر خبر معانا، وبالنسبه للعيبه اللي رسمي ماشيه في اي حال من الاحوال، يا سيف الجزيري، سيف جعفر. وعلى فكره في الغالب سيف جعفر ممكن يبقى اعاره مش بيع، تمام، لان هو ما كانش موفق السنه دي، لكن اللي بيع او فسخ النهائي يعني ايا ما كان الشكل هيبقى ايه. سيف الجزيري، بارون اوشينج، طبعا الجفالي كان في كلام انه يرجع، لا خلاص مش راجع، فسخ خلاص. حسام عبد المجيد، فتوح، كل دول بيع. حسام عبد المجيد، فتوح، سيف الجزيري، سيف جعفر. الاعراض يا محمود الشناوي الجون، محمود الشناوي الجون، يا صبحي، مش صبحي او عواد، لا محمود الشناوي يا صبحي، وهتبقى اعاره مش بيع. ما ينفعش جون صغير دولي يطلع بيع. مفيش حاجه اسمها فلوسه وهيجيب فلوس، مفيش حاجه اسمها كده. يجي بعد سنه الاهلي بيطلع مصطفى شوبير، يقوم جاي لك بعد سنتين هو اللي واخده، يبقى دي كارثه. كارثه لو عملها مجلس الاداره وباعوا بيع نهائي. ده بالنسبه لمحمد صبحي، خصوصا ان المهدي اصلا السنه الجايه، وبعد كده شكرا، راجل 40 سنه، شكرا خلاص. يبقى انت عايز جون فطلعه اعاره، احنا موافقين طلعه اعاره، واحنا هيبقى عندنا عواد والمهدي مع الاثنين الناشئين جامدين جدا، عمر عبد العزيز ومالك الجزائري المصري ده. فالاربعه دول جامدين جدا. انا رايي انا هطلع صبحي واطلع الشناوي الاثنين، والزمالك مش هيلعب بعواد ويلعب بالمهدي، وبالاثنين الناشئين دول يلعبوا، مجرد ما ياخدوا فرصه يلعبوا مستريح زيهم زي صبحي انما صبحي اعاره، ما ينفعش يبقى بيع. فاللعيبه اللي هتمشي الجزيري، بارون اوشونج، عمرو ناصر اعاره، سيف جعفر اعاره، محمود جهاد اعاره، بيع حسام عبد المجيد وفتوح. الناشئين اللي هتصعد، ومش هنعد الباقيين بقى لان الباقيين برضو حوالي 10 ناشئين هيبقوا كلهم اعارات، انما احنا هنقول الناشئين اللي هيصعدوا. الناشئين اللي هيصعدوا امير عبد العزيز واحمد محمود. احمد محمود ده فيرود برضو زي امير عبد العزيز، اي حد فيهم احتمال جاي له معايشه بره في البرتغال. اللي مش هيجي له فيهم هو مكمل مع الزمالك، تمام. الخضري، ايشو، انس وائل، يوسف، انس وائل ويوسف وائل الفرنسي، محمد ابراهيم باك اليمين، محمد السيد، احمد صفوت، محمد حمد، السيد اسامه، والمساك برضو الناشئ الجامد ده مش عارف اسمه السيد خالد او خالد ايه كده، اللي كان الاهلي بيفاضله والزمالك لحق جدد له، فمساك جامد جدا. بالاضافه للجونين مالك وعمر عبد العزيز. حوالي 15 ناشئ، 15 ناشئ ما بين 17 لحد 20 سنه من الجوان دول كلهم هيبقوا في الفريق الاول. الفريق الاول القايمه اللي هتبقى مصفيه على 20 لاعب فقط،
20 لاعب فوق السن، هم دول اللي مكملين، اللي احنا طبعا ما عديناهمش، كل اللي ما عديناهمش غير البيع دول مكملين السنه الجايه. وانا شايف ان شاء الله يعني حتى لو قيد ما اتفتحش، لو مدرب شاطر جدا تاخد بيهم دوري ابطال، وتاخد بيهم دوري لو عايز تاخد بيهم مستريح جدا جدا جدا. فين جيزوالدو فيريرا لعب بناشئين وبامكانيات اقل من دي وخدنا دوري، وخدنا دوري بقوه، مش في اخر لحظه وفي اخر ثانيه، ده احنا كان في اخر 3 ماتشات كنا راكبين الدوري. فانا شايف اللعيبه دي كمان مع الخبرات اللي ساعدهم فيها معتمد جمال للامانه، واداهم الخبرات وعرفنا بيهم، بقينا نقول عليهم اساميهم بالنسبه للناشئين كانهم لعيبه يلعبوا. احنا محتاجين مطور اداء للعيبه دي بس، وحد فتنس كده يعلي اللياقه البدنيه بتاعتهم والتغذيه. الناس دي انت مش محتاج لعيبه للامانه يعني، ما انت اهو بتفاوض، هو يعني لما نقولوا اقطاي وما اعرفش ايه حامد وبتوع ناشئين، دول ما دول ناشئين، هم لما يبقوا من الزمالك ما يبقوا وحشين، بتوع الزمالك احسن منهم، احسن منهم على الاقل ابن النادي هيلعب بقلبه وبقوه. فدي للناشئين اللي هتطلع وهتكمل مع الفريق الاول. وانا شايف حتى لو ما تفكش القيد للامانه، يعني للامانه يقدروا. امير عبد العزيز ده انا بقول لك اهو، امير عبد العزيز لعبه 4 مطوشه، لعبه 4 مطوشه، اديله 4 مطوشه بس، لو ما ركبش على الفراوده يعني يقولوا عليه ما بيفهمش كوره. امير عبد العزيز اللي هو تقريبا اقل واحد فيهم لعب في السنه اللي فاتت، يلعب فيرود مستريح على اي حد باستثناء عضيه، ان عضيه بعشقه يعني، بس عضيه شويه حظ يعني مع في اخر الدوري فاق ان عضيه ده موضوع لو في حالته الحقيقيه. عشان كده عايزين لجان ياما عايزه تطلعه هو وبزيرة. فانت عندك ناشئين تقيله، تلعب على اي حد، واحسن من اللي في الدوري المصري كله. وزي كلمه احمد ياسر ريان المشهوره، كله قريب من بعض وكله شبه بعض. فالموضوع موضوع مدير فني جامد بيدي اللعيب الثقه، بيديله تدريبات عاليه جدا ومطور اداء عالي. والله يلعبوا على اي حد، بس عايز مدير فني راجل ودايره واحده كده مع بعض. عشان كده بنقول معتمد جمال واوله الجهاز الفني بتاعه، واعمل له فتره اعداد كويسه، هيعدوا اي حد. بكده نكون خلصنا اخبارنا، وان شاء الله نخلص القواضي بتاعتنا على خير، وفي خير كتير جاي ان شاء الله للزمالك، وفلوس كتيره جايه من كذا اتجاه، وفي راعي جديد جه ما قلناهوش. فان شاء الله الخير جاي، وباذن الله اللي جاي اخبار كتيره كويسه واخبار حلوه للزملكاويه، وان شاء الله اللي جاي باذن الله افضل لنادي الزمالك. كده خلصنا اخبارنا النهارده، وان شاء الله اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.